وبما اننا يا جماعه كده بقى في اواخر رمضان وكل سنه وانتم طيبين، فطبعا عشان الكحك والبسكويت والحاجات دي بنعمل اكلات كده موفره وسهله وبسيطه وكمان تكون اقتصاديه جدا. فلو عندك كده بقى صدر فرخه وعندك بصلايه، تعالي نعمل بيهم فطار حلو جدا وهيعجبك باذن الله. بس يا ريت كده لو بتشوفيني لاول مره حطي لي لايك للفيديو واعملي متابعه لصفحتي، ويلا نسمي بالله ونصلي على الرسول. مبدئيا كده انا جبت الكبه بتاعتي، حطيت فيها بصلايه كبيره كده وعليهم بقى قرن فلفل احمر، لو عايزاها فلفل ماشي، لو عايزاه سبايسي يبقى قرن شطه تمام. احط عليهم ملح وفلفل وشويه من البهارات وشويه كمون، وهضربهم في الكبه لحد ما البصل ده يبقى ناعم معايا جدا جدا. انا عايزاه كده يكون ميه تمام كده. هبدا ان انا اقطع الصدر كده قطع صغيره برضو علشان هفرمه في الكبه فما يبقاش تقيل على الكبه. لو وصلت لحد هنا من الفيديو اوعي تنسي تصلي على النبي في كومنت وتقولي لي كمان بتتابعيني من اي بلد، وطبعا نورتوني وشرفتوني وجودكم على راسي من فوق. ولو بتشوفوني من على اليوتيوب ما تنسوش تعملوا اشتراك في قناتي وكمان متابعه لصفحتي هنا. قطعت بقى الصدر مكعبات زي ما احنا شايفين كده، وهحطه برده في الكبه مطرح ما عملت البصل. ولو عندك حته دهنه صغيره كده حطيها، بجد هتخلي لك الاكله دي في حته تانية خالص. اضربيهم بقى في الكبه برده كده، فرميهم فرم ناعم جدا، وهنزل بيهم على البصل بتاعي. لو عندك شويه خضره كزبره او بقدونس اي خضره عندك حطي برده كده شويه صغيرين، ودول معلقتين برغل شطفهم بس مش نقعيهم تمام كده. واحط بقى ملح وفلفل وبهارات، وهظبط الحياء، وهحط كمان شويه شطه علشان انا عايزاها سبايسي، واحط كمان معلقتين بقسماط. بس كده مكونات سهله وبسيطه، والنتيجه بجد في الاخر في قمه الجمال والحلاوه. بصوا بقى هنا لازم بايدي بقى كده، استعملي ايدك، ولو عايزه تقلبي باي حاجه قلبي، بس بصراحه لازم بايدك كده تعجنيهم كويس جدا مع بعض علشان كل المكونات دي تدخل كده في بعضها وتديكي في الاخر عجينه متماسكه كده، ريحتها وشكلها مش قادره اوصف لكم قد ايه في منتهى الجمال والحلاوه. اهم حاجه تعجنيها كويس لحد بصي ما تعمل معاكي زي الكوره كده. هركنها على جنب اسيبها لمده ساعه التتبيله دي كده مع بعضها لحد ما تاخد وتدي كده مع بعض تمام كده. وبعد ساعه هجيبها بقى وابدا ان انا اشكلها، وهنعمل احلى كفته فراخ. مش هتاخد معاكي الموضوع كله 10 دقايق. هشكلها على كيس كده، لو عايزه تعمليها تصبعيها بايدك مفيش مشكله، لكن انا قلت بقى ايه يعني نمدن الكفته شويه ونشكلها على الكيس. جبت القطعه اللي انا هعملها واحطها كده، وباي حاجه بقى سكينه معلقه خشب اي حاجه تكون مفروده، وزي ما انت شايفه كده ايه مش هعرف اشرح لك، انت شوفي الخطوه دي واعمليها. عايزه اقول لك بقى ان هي احسن من ان انت تصبعيها على ايدك. كانها كده ايه، عارفين انتوا الكفته الجاهزه اللي هي اصلا بتيجي من السوبر ماركت، صوابع قد بعضها، يعني حلوه كده ومفروده وجميله جدا. فبصراحه عجبتني قوي التشكيله دي. جربي التشكيله دي انك تشكلي بيها الكفته هتعجبك جدا، ومش هتاخد معاكي وقت خالص بتاتا يعني. وشكلها بقى في الاخر بتبقى حلوه قوي، كلها مقاس واحد وشكل واحد وناعمه وملسه كده. ايه رايكم؟ حابه تعمليها على ايدك يبقى مفيش مشكله برضو. عايزه اقولك ان بسم الله ما شاء الله من الصدر فرخه ده انا عملت حوالي 23 صباع من الكفته. شايفين؟ في منتهى الجمال والحلاوه، وحجمها حلو جدا وريحتها حلوه جدا. خلاص بقى هجيب طاسه كده فيها حوالي معلقتين 2 من الزيت، وهسخنهم الاول كويس قوي. لو بتعملي في طاسه مش تيفال عشان ما تلزقش منك بقى، سخنيهم الاول معلقتين الزيت كده، وبعد كده انزلي بالكفته بتاعتك. وانا عملت كده برضو حتى الطاسه تيفال، بس ايه يعني انا بحب ابعد عن الحاجه اللي ممكن احس ان هي فيها خساير يعني. اما تسخني الزيت والطاسه بتاعتك كويس قوي فمش هتلزق معاكي وهتاخد صدمه كده اول ما هتنزليها في الطاسه. شايفين ما شاء الله الطاسه يعني عندي حجمها كبير، فحطيت فيها الكميه كلها. ممكن بقى تقدري تعمليها جنب شويه رز كده وشويه سلطه شغال معاكي. عندك اي اكل بايت من امبارح وعملتي الطبق ده جنبيه، فبصراحه يعني هتحسي ان الاكل جديد. يعني لو عندك اكل من امبارح بايت اعملي جنبيه اي حاجه كده جديده علشان القديم والجديد يتاكل مع بعض، وبالف هنا وشفا. وطبعا بقى الكحك والبسكويت شغالين الله ينور، وكل سنه وانتم طيبين. فتحسوا في اواخر رمضان كده بنمشي الدنيا باي حاجه كده علشان ايه بنستعد بقى للعيد، وكل سنه وانتم طيبين. بصوا بتاخد معايا لون بسرعه جدا، ما بتاخدش وقت خالص. كنت حاطه لها بقى كده ايه فحمايه على النار علشان اديها ريحه الشوي كده. خدت معلقه من الزيت بتاع الكفته وحطيت فيه الفحمايه زي ما احنا شايفين، بقت ريحتها وطعمها في منتهى اللذاذه. ايه رايكم في الطبق وجماله؟ لو عجبكم بقى كده فيديو النهارده ما تنسوش تحطوا له لايك وتعملوا متابعه لصفحتي، واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله.